تعرض مواطنين بورزازات لعملية نصب بعدما دفعوا مبالغ مالية لموظفين في عمالة ورزازات قصد أداء مناسك الحج. اعتقلت قوات الدرك الملكي بورزازات بأمر من النيابة العامة موظفا يشتغل في قيادة أنزال، فيما أصدرت مذكرة بحث في حق موظف آخر يشتغل في مقر عمالة ورزازات بعد عملية نصب تعرض لها 9 مواطنين من قيادة أنزال دفعوا وثائقهم ومبالغ مالية مهمة لأداء مناسك الحج، واكتشفوا مؤخرا أنهم ضحايا عملية نصب. إسماعيل أيت حماد والتفاصيل. تعرض 9 مواطنين من جماعة سروة بقيادة أنزال التابعة لإقليم ورزازات لعملية نصب بعدما دفعوا مبالغ مالية للتسجيل قصد الذهاب للحج. المبالغ المالية والوثائق سلموها لموظف في مقر عمالة ورزازات، وشرعوا في جميع الاستعدادات للتوجه إلى الديار المقدسة لأداء الركن الخامس في الإسلام، ودعوا الأهل والأحباب والأقارب وانتظروا موعد الرحلة، غير أن الموظف يواجههم بتأجيل موعد السفر بأعذار مختلفة، إلى أن اكتشفوا أنهم ضحايا عملية نصب. نستمع إلى تصريح محمد أيت حمو أحد الضحايا من دوار تملكوت. دخلنا للعماله، عطيت له دوك التصاور ديالي وفوتوكوبيات لاكارت، قال لي زين، قال لك عافاك النهار واحد 8 المليون تكون عندي هنا. مني قال لي الوالد عافاك تعطينا التواصل، قال له التواصل ما كاينش دابا حتى يجيو في الرباط، وكيحولونا اليوم غدا. قال لك راه الطياره ديال 23 ما بقيتوش غتمشيو فيها، راه كاينه واحد الطياره عاوتاني نهار 25 وحده نهار 29. البارح جينا للقياده عاوتاني عند القايد، قال لك هادشي ما في خبارش. جينا طلعنا للعماله حتى هما قالوا لك هادشي ما في خبارهمش. صيفطنا الناس ديال العمل عند وكيل الملك صيفطنا للقيادات ديال الجهويه الدرك الملكي، ما في العمر دابا الشكايه. المتهم الرئيسي الذي يشتغل موظفا في مقر عمالة ورزازات اختفى عن الأنظار، وأصدرت النيابة العامة مذكرة بحث في حقه بعدما قامت عناصر الدرك الملكي بتفتيش منزله، كما تم اعتقاله ووضع موظف آخر في قيادة أنزال رهن تدابير الحراسة النظرية. ويشمل التحقيق أيضا العديد من أعوان السلطة المحلية وكل الموظفين الذين يشتبه في علاقتهم بالموضوع، فيما يطالب الضحايا وزارتي الداخلية والأوقاف بإنصافهم، وذلك بتمكينهم من الذهاب إلى الحج أو إرجاع المبالغ المالية إليهم. إسماعيل أيت حماد، الشادة ورزازات.